السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اتعرفنا على فانلين غشاو اللي بسبب مواجهة حصلت بينه وبين قبيلة النار وخسرها، وخسر معاه حياته هي كمان، وحتى الحيوان الأليف بتاعه الحوت وهو كمان مات. وبرغم انه كان مشهور بقوته وانه معاه سر الحيتان الوحيد اللي يخليه يتحكم فيه بسهولة لحد ما اتولد من جديد، او بمعنى اصح روحه اتنقلت لجسم شخص تاني اسمه ليو. ومن اللحظة دي بدأ يواجه مشاكل كتير في حياته، بس عمره ما نسي الطائفة بتاعته او البيت اللي طلع منه، ففضل طول الوقت يدور عليهم لحد ما وصلهم اخيرا. لكن للاسف كان كل الطلبه والحراس حتى والطائفه بتاعته قرروا يسيبوا المكان ويمشوا، لانهم ضعاف مقارنه بكل اللي حواليهم، ولا فاهم ما كانش موجود عشان يحميهم، فبقوا عرضه لمشاكل كتير، وكل من هب ودب بقى يدخل يسرقهم بسهوله ويتريق عليهم وهم مش قادرين يحموا نفسهم. لحد ما في يوم رجع فام بس في جسم ليو للبيت وشاف كل ده بنفسه، ومن هنا بدات المغامره من جديد، وبدا يسيطر على الحيوانات الاليفه، ومن ضمنهم قدر يسيطر على حوت صغير وبيسترجع قوته الحقيقيه اللي بيها رجع يقوم بمهمته تاني. ومرور بمشاكل ولحظات كتير قدر يجمع فريق، ومن ضمنهم ديانا اخته اللي ما كانش تعرف ان اخوها لانه شكله متغير. المهم يا سيدي عشان ما اطولش عليك وافكرك باهم حاجه، انه قدر ياخد الفريق بتاعه عشان يشارك في مسابقه كبيره، واللي هيقدر يجمع عدد كبير من البلورات السحريه هيقدر يترقى في الرتبه بتاعته ويرقي المستوى الحيوانات الاليف الخاص بيه. ومن هنا بدانا نتعرف على طوائف وناس كتير، ويلا بينا نكمل قصتنا. الانمي بيبدا ببنت اسمها تونغ من عشيره فانلين غشاو، وهي بتلف تجمع البلورات السحريه، ومعاها الباندا السحري وحيد القرن اللي بيساعدها عشان يجمعوا اكبر عدد من البلورات وكمان يحميها. بس لحد اللحظه دي ما جمعش العدد الكافي عشان يفوزوا ويتاهلوا للمرحله اللي بعد كده. وفجاه كده وهم ماشيين الباندا بيقرر يمشي لوحده عشان يدور على بلورات تانية، فبيفضل ماشي لحد ما بيشوف 3 بنات واقفين مع بعض ومجمعين 3 بلورات سحريه، وبلطجه ببلطجه بقى بيدخل يطلب منهم البلورات اللي معاهم على اساس ان اول محدش يقدر يقف قدامه. فالبنات ما بيرضوش يدوه البلورات، لا وكمان بيهددوه بالحيوانات الاليفه بتاعته اللي مقارنه بيه كانوا صغيرين في الحجم وقوتهم قليله جدا. عشان كده الباندا قدر يقضي عليهم كلهم بسهوله، وساعتها البنات بيبداوا يعطوه ويترجوه يسيب لهم البلورات السحريه عشان تونغ تطلع من ورا الجبل، وهي مستغربه هم بيعملوا كده ليه، ولا حتى ليه متمسكين البلورات السحريه هم يخسروا حياتهم في المقابل. بس البنات طلعوا عاوزين البلورات عشان ينقذوا صاحبتهم الرابعه اللي فيها عصابه خاطفينها عاوزين البلورات دي مقابل ان يسيبوها، والبنات بقى عاوزين يكملوا البلورات دي الخمسه عشان العصابه تسيب صاحبتهم، ولما ما عملوش كده العصابه هتقتل صاحبتهم في اقرب وقت. لكن تونغ ما بتقبلش بالكلام ده وبتقرر تساعدهم، فبتروح معاهم للعصابه اللي بنكتشف انه فردهم واحد، بس الحيوانات الاليفه عباره عن جرثومه او حيوان بيمص دم الانسان، ومسلطه بقى على صاحبتهم عشان يثبتها لحد ما يرجعوا. فاول ما بيوصلوا بيترجوا يسيبوا صاحبتهم، وبيعرفوا ان ما جمعوش غير 3 بلورات بس، لكن الشخص ده ما بيوافقش على الاقتراح بتاعهم وبيفكرهم بيسموه ولا حاجه، وبيزود التعذيب على صاحبتهم قدام عينهم. فالبنت بتفضل تصرخ بصوت عالي لحد ما بيظهر الباندا وبيحوش الحيوان ده من على رقبه صاحبتهم، وبيمسك الراجل كانه هيديله علقه موت. بس بيكتشفوا بعدها انه مسلط حيوان تاني بيكسر عظم البني ادمين ويحطه على رقبتها، وبكده محدش يقدر يحوشه عن البنت غير صاحبه بس اللي بيهددهم بيه. فبدا يساومهم، وهو بقى بيقول لهم انه يدوا البلورات اللي معاهم او يبقوا زي صاحبتهم كده يسلط عليهم الحيوان بتاعه. بيقف الباندا ساعتها مش قادر يعمل حاجه، لان اي حركه غلط هتكلفهم حياه واحد منهم. ساعتها تونغ ما بتستحملش الكلام ده، مره واحده بتتحول وجسمها بيطلع اشعه من كل ناحيه، عيونها نفسها بتبيض اكتر. وهنا بقى الراجل ده بيخاف منها فبيحاول يثبت لها بالحيوان بتاعه، بس تونغ بتمسكه تديله علقه تخلي رجله مكان رقبته. وساعتها الباندا بيستغل الفرصه وبيحوش الحيوان بتاعه عن البنت، وبعد شويه بيخلصوا الحوار ده وبينقذوا البنت الرابعه وبيجمعوا الشله تاني مع بعض عشان البنات يعجبوا بجرأة وشجاعه تونغ، وبيقرر يدولها البلورات السحريه مقابل انه انقذهم. بس كان عندهم فضول يعرفوا هي قوتها دي جت منين، ولا هي من عشيره ايه. ولما بتقول لهم انها من عشيره فانلين غشاو بيقرروا كلهم ينضموا ليها ويبقوا فريق واحد عشان يتعاملوا ويبقى لهم نصيب من القوه دي. على الناحيه التانيه بنشوف اللجنه بتاعه المسابقه وهم واقفين يتابعوا الموقف بنفسهم، وبيشوفوا مين اللي بيتقدم ومين اللي بيتاخر ومين اللي بيموت. في نفس الوقت بنروح لليو اللي كان ماشي مع جيانغ، وفجاه بيطلع عليهم واحد زميلهم بالحيوان الاليف بتاعه عشان يرجعوا يتجمعوا مره تانيه. بس هم واقفين بيظهر لهم واحده ست معاها 2 كمان، واللي كانت عامله نفسها زعيمه وبتطلب منهم البلورات السحريه. لكن في وسط الكلام بيظهر شخص تاني خالص شكله مرعب حبتين، وبيطلب منهم يدوا الاساور والبلورات اللي معاهم. ومن قوه موتشن بيشد جيانغ وليو من ايده وبيجري بيهم، فليو كان عاوز يواجهه بس موتشان عرفه انه قوي جدا ومش هيقدر يهزمه. اما الراجل الوحش ده بيقف قدام الزعيمه ورجالتها، هو مستغرب ازاي الطلبه بتوعها يجروا بالشكل ده ويهربوا، وبيقرر يعاقبها عشان مرضوش يواجهوه. بس فجاه الزعيمه بتتحول بطه بلدي وبتترجاه يسيبها، وبتعرفوا بقى ان ولا زعيمه ولا حاجه، ولا هي مشاركه بس موتشان. لكن الوحش بيهمش وبيهجم عليها يجرحها في ايديها. اما موتشان والباقيين فلما بيبقوا لوحدهم اخيرا بيعترف لليو وجيانغ ان الزعيمه بتاعته ملهاش في الزعامه ولا حاجه، وهي مجرد ست عاديه وزمانها دلوقتي
دلوقتي بتواجه مصيرها قدام الوحوش وهي مش قادره تدافع عن روحها، وفعلا بيحصل زي ما هو قال لان الوحش ما بيعتقهاش، وبسبب اللي حصل ده بيقل عدد المشتركين في المسابقه وبيبقى في فرصه اكبر لباقي المتنافسين عشان يثبتوا فوزهم. المهم بعد كل اللي حصل ده بيرجع ليو لفريقه وبيتجمعوا مره تانية، بس تشينغ ما كانش عاجبه ميتشان عشان كده مستغرب من وجوده مع ليو وتقريبا كده ما بيطقهوش. المهم هم واقفين كده بيسمعوا لجنه تحكيم هم بيعلنوا النتائج عشان يقولوا مين اللي اتنقل للمرحله الثانيه، فبيتفاجئوا ان في المستوى السابع يعني لينج ده في عدد النقاط على دخل ديان اختوليو اللي ما كانش جمعت ولا بلوره واحده، بس بتحكي لهم على دوان وان شافته اتغير عن الاول وبقى شرير جدا وانها عرضت عليه يرجع لهم لكنهم ما وافقش وبقى فرحان بالعشيره الجديده بتاعته. وبعد ما بتحكي لهم كل حاجه ليو بيتضايق عشان دون كان اقرب واحد ليه، بس بيعدوا الموضوع بسرعه عشان يلحقوا يكملوا المنافسه وبيدوروا على طريقه يجمعوا بقى بلورات اكتر من غير ما يحصل لهم مشاكل. بس الاهم من كل ده انهم يبعدوا عن السرقه عشان مش مستاهله يعني. على الناحيه التانيه بنشوف باقي المتنافسين وهم بيدوروا على البلورات والدنيا مقلوبه في ارض المنافسه لحد ما بيتفاجئوا ان البلورات السحريه مزيفه، وساعتها بيظهر فريق ليو قدام منهم وطلع هم اللي عاملين لهم فخ عشان يسرقوا منهم البلورات اللي معاهم، فبتدور مواجهه كبيره ما بينهم وما بينهم، لكن الغالبه كانت لفريق ليو اللي كان كل واحد فيهم بيتميز بقوه مختلفه عن التاني، وحتى الحيوانات الاليفه بتاعتهم كانت كتير لحد ما بيظهر لهم نفس الراجل اللي شافه قبل كده، هو مسلط الحيوان اللي بيمص دم البني ادمين، والمره دي كان معاه رجاله كتير وبيثبت جيانغ وبيهددهم بيها عشان يسرق البلورات بتاعتهم، فلو مرضيش يضحي بالجيانغ وبيدوله البلورات لكن الراجل بيخلف وعده وبياخد جيانغ معاه، وساعتها اليوم ما بيقدرش يستحمل وبيجري وراه عشان ينقذها، بس بيتفاجئ بالجيانغ وهي مقابلاه، فبتستغرب هي ازاي قدرت تنجو بحياتها بالسهوله دي. طلعت البت عامله حسابها لكل ده وهي اساسا قويه ومش محتاجه مساعده من حد، بس سابت الراجل التاني يعمل فيها كده عشان تشوف مين اللي بيحبها وهيساعدها فعلا ومين اللي هيتخلى عنها. ولما شافت ليو هو زعلان عليها ومستعد يضحي بنفسه علشانها، قامت ظاهره القوه بتاعتها ومحرره نفسها من الوحش ده وراجعه لهم تاني، وبسبب اللي نيانغ عمله بيظهر قدام لجنه التحكيم ان العشيره دي كلها ماتت وما عادش منهم متنافسين جوه المسابقه، بس ما كانوش فارقين قوي عشان مشهورين بسرقتهم البلورات، وبمعنى اصح يعني كان نفسهم يخلصوا منهم بس جت بعيد عنهم. ولما بنرجع للجنه التحكيم بنعرف ان فريق ليو قدر يوصل للمستوى الثاني وبقت رتبتهم عاليه قوي في وقت قصير قوي، فبيعرفوا ان هم اللي ورا موت العشيره وكمان بيسترجعوا قوتهم القديمه من تاني، ففي منهم اللي كان مبسوط ومنهم اللي كان متضايق. ولما بيعلنوا عن اللي فاز في المرحله الثانيه كانت عشيره ليو من اوائل المتاهلين وبكده يدخلوا المستوى الثالث على طول، بس المستوى ده كان صعب قوي وده لان الجزيره اللي هم عليها هتبدا تتحرك وتقل مساحتها، وبكده يبقى فرصتهم في النجاه اقل عشان مش هيعرفوا يمشوا المسافات طويله، واللي مش هيلحق يطلع الجبل في اقرب وقت قبل ما الجزيره تغرق هيبقى خسران المسابقه كلها. عشان كده بنشوف ليو واصحابه هم بيجروا بسرعه يستقلوا الجبل، بس بيتفاجئوا بدوان وهم قابلهم مع عشيرته اللي بيعطلهم عشان ما يفوز، والطين بيزيد مبلق وبيظهر اخطبوط عملاق يسحب ليو تحت الميه، وبالنسبه لزمايله فكانوا خايفين عليه ومش عارفين هيحصل له ايه. اما بالنسبه لليو نفسه فبيفرح اول ما بينزل الميه عشان لو تفتكر انه قدر يتحكم في الكائنات البحريه شكلها كده هتولع يا معلم. المهم فوق الجبل بتدور معركه كبيره جدا بين العشيرتين، وعشيره فان لينغشاو شايفين دوان اتغير على الاخر وبقى قاسي عليهم، لكن موتشان كالعاده بيحاول يهرب بس بيواجه شخص تاني بيسلط عليه الدنيا بتاعه فبيطلع يجري قدامه ويبقى شكله مسخره. كل ده واليو بيواجه مصير تحت الميه وبيحاول يركز عشان يقدر يسيطر على الاخطبوط العملاق، وبالسر الروح اللي عنده بيستدعي الحب بتاعه عشان يواجه الاخطبوط، وفعلا الحب كان اقوى من الاخطبوط بمراحل وبيقدر يحولهم لحجم اقل، وبعد ما بيفوز عليه وبيطلع يلحق زمايله قبل ما يتهزموا، فلما موتشان بيشوفه بيجري بيحضن فيه وكانه ما صدق لا حد يحميه. المهم الفريق كله بيحط ايده في ايد بعض وكل واحد بيستدعي الحيوان الاليف بتاعه، من ضمنهم تونغ اللي بيستدعي الباندا اللي مزهقانه من بدايه الحلقه وبتخليه يواجه حيوان دوان، بس الباندا وبيجري ومحدش بيقدر يسيطر عليه، فبتدور مواجهه قويه بينه وبين حيوان دوان، وساعتها بيقرر ليون انه يواجه دوان لوحده وبيأمره بباقي زمايله انه يخلصوا على باقي فريقه. وقتها تشينغ بيجري يلحق موتشان اللي لسه بيهرب من الديناصور وبينقذ منه، وبين هنا وهناك المعركه شغاله على اخرها وكل عشيره عاوزه تفوز وطالعه على الجبل قبل ما الجزيره تغرق. اما تونغ فكانت متحمسه في الخناقه اللي ما بين الباندا بتاعها وبين الباندا العشيره التانيه، والباندا بتاعها طلع ما يعرفش يعمل حاجه وعلى نيته خالص مش قادر يتحرك، وكل ما يقوم ياخد ضربه يرقد تاني، بس عجبني قوي اصراره على الفوز وانه ما بيستسلمش، ومهما تحاول تونغ تتكلم معاه عشان ينسحب ما بيسمعش منها، ما بتفتكر كلام ليو عن الفوز وانه القوي يقدر يفوز على الاقوى منه بالايمان، فبتفهم معنى الجمله دي وبتركز اكتر، وبتقوم مقرره تدخل المواجهه مع الباندا وتساعده وبتحط خطه الفوز بنفسها، ومن هنا بيجي الفوز اللي بجد عشان محدش بيقدر يجاريهم في الاحداث ولا حتى بيقدر يتوقع الضربات بتاعتهم. وبعد ما بتخلص المواجهه بتتنطط من كتر الفرحه، لكن ما بتنساش ان السبب في ده هو ليو اللي عاملها كويس وخلاها تثق في نفسها. في نفس الوقت كان يولي واقف مع دوان بيحكوا له عن الفريق بتاعه وقد ايه بقى اقوياء في الفتره الاخيره وانهم ما بقوش زي الاول لان سكتهم رجعت مره تانية، وبيفكر باليوم اللي لقى فيه الحيوان الاليف بتاعه كان مبسوط قوي بيه، فبيقوم ساله كده قال له قول لي هو الحيوان بتاعك وصل لاي مرحله دلوقتي، وبيقول له هو
وهو بيتريق عليه. ومره واحده بيقوم عامل تعويذه مستدعي بقى الحيوان الاليف بتاعه عشان دوان يقف قدامه مستغرب من طريقته. بتظهر ليانغ ساعتها وبتطلب من ليو ان يدي فرصه لدوان يراجع نفسه، يمكن يرجع في قراره يعني ويبقى معاهم. لكن ليو بيقول لها ان الفرصه بتاعته خلاص خلصت ولازم المواجهه دي تتم، وبيقوم هاجم عليه علشان دوان هو كمان بيستدعي الحيوان بتاعه. بتبدا ما بينهم مواجهه قويه جدا، كل واحد بيطلع اقوى حاجه عنده. بس في اللحظه اللي ليو بيعمل فيها التعويذ بتاعته دوان بيركز فيها قوي وبيفتكر انه فان اخوه الكبير عملها قدامه زمان قبل كده، وبيحس بالشبه الكبير ما بين ليو وما بين فان، لدرجه انه بيبدا يشك ان فعلا فان، وكان مصدوم ان حركاتهم شبه بعض قوي. بس الاغرب ان ليو كان حافظ حركات دوان قوي لدرجه انه بيقول في نفسه يا اخي انت لسه ثابت على حركاتك القديمه دي. وبين الحاضر والماضي والاتنين بيفتكروا كل اللي حصل معاهم زمان وبيقارنوا باللي بيحصل دلوقتي. وبرغم ان ليو كان عارف ان الحيوان الاليف بتاع دوان غالي عليه جدا، الا انه ما بيتنازلش عن انه يعلمه الادب ويكسره لمجرد انه خايف العشيره وبعيد عنهم. والمره دي بعد ما كان بيعملوا بيدافع عنه بيكسره بيخليه يفقد الوعي، ومن صدمه دوان بيجري على الحيوان بتاعه بيحضنه ومش عارف يعمل ايه، وكان زعلان قوي عليه. ولسه ليو بيقف يتكلم معاه بيديله نصايح، دوان ما كانش مستحمل خالص وقعد يعيط وخلاص. فقام ليو هاجم عليه مخليه يفقد الوعي. ما تعرفش بقى هو يقصد ايه بالحركه دي، بس بنكتشف انه خلاه يحلم بالعشيره بتاعته زمان وقد ايه كان قريب منهم عشان يشوف ليو وهو واقف وسط العشيره وهو مش قادر يدخل قصر وسطهم. ومن الكابوس اللي بيحلم بيه بيقوم مفزوع بيلاقي نفسه متكتف وليانغ اللي كان ماسك الجبل بيه. المهم دوان بيفضل يزعق عشان يفكه لكن ما بيرضوش، وليانغ بتحاول تهديه على قد ما تقدر، لكن ليو بيقوم مفاجئها ومفاجئ دوان هو كمان، وبيسالها لو كان ليه يد في موت فان. فبيستغربوا كلهم من السؤال ده ما عدا ليو اللي كان واقف ثابت واثق في نفسه وبيتكلم كانه معاه دليل على كده. ومع شويه اصرار منه دوان بيضحك بطريقه هستيريا وبيقول له اللي كان بيعتبر فان اخوه بيحترمه جدا. وهنا بقى بنرجع فلاش باك وهو بيحكي عشان نشوف اللي هو شايفه دلوقتي، او بمعنى اصح اللي مر بيه قبل ما يموت فان. المهم بنشوف دوان لما الحيوان الاليف بتاعه مات قبل كده فبيطلع يدور على حد يساعده، وكل اللي كان يشوفه كان يقول عليه اتجنن ما عدا عشيره واحده اسمها غويشه اللي كان عندها قدره سحريه كبيره بتقدر ترجع الحيوانات من الموت، حاجه كده استغفر الله العظيم يعني، وما ياخد الروح اللي خالقها اهم حاجه يعني. المهم دوان ساعتها طلب منهم المساعده فوافق مقابل انه ينضم ليهم، وقتها عرضوا عليه كذا حاجه فوافق من غير ما يفكر. وبعد ما رجعوا الحيوان الاليف بتاعه اكتشف انهم بيدوا له حبايه سحريه. الحبايه دي عامله زي السحر او الروح بيدخل جوه جسم الحيوان يخليه يتحرك من تاني، بس كل ده ملوش علاقه بموت فان. عشان كده ليو بيقرر يفكه ويسيبه، وبيمدله ايده مره تانية وهو بيطلب منه المساعده، وبيعرفوا انهم بيحققوا مع عشيره غويشه عشان يعرفوا مين سبب موت فان. بس لولا كده دوان بيشوف ليو وهو بيمد ايده فبيتخيل فان هو اللي واقف قدامه ولسه يمدله ايده هو كمان. بيشوف شكله الحقيقي على اساس انه ليو يعني فرجعها مره تانية. وفجاه هم واقفين يتكلموا فبيتفاجئ ببنت من عشيره غويشه بتهجم عليه بالقنابل، فليانغ بتاعه على الارض ولما بيروح يطمن عليها بيلاقيها كويسه فبتقوم تجري تطلب المساعده وبتسيبهم لوحدهم. ساعتها دوان بيشوفها وهي بتجري فبيفتكر لما كانوا صغيرين وكانت دايما تقول له ان مش محتاجه مساعده من حد، اشمعنى دلوقتي اللي بقى بتطلب المساعده عادي. وبيبدا يسترجع ذكرياته معاه وقد ايه كانوا مبسوطين سوا وبيلعبوا وبيهزروا كل حاجه بيعملوها مع بعض، عشان بيتفاجئ بالحيوان بتاعه وهو صاحبي ينادي عليه فبيفرح وبيقوم يساعد ليو. وشكله كده فكر في الموضوع وقرر يرجع لعشيره فان تاني. بتدور مواجهه قويه بين ليانغ وبين البنت التانيه، فلما دوان بيشوفها بيخاف عليها وبيجري يساعدها بسرعه وهو عمال يفتكر في ذكرياته القديمه كلها وقد ايه كانوا ما بيسيبوش بعض في اي حاجه. فبيطلعها من وسط النار دي اول مره يعملها من يوم ما سابت البيت، وساعتها ليانغ بتفرح قوي انه رجع يساعدها زي الاول. بس اللحظه دي كانت مؤثره لهم هما الاثنين. في نفس الوقت بنشوف تونغ وهي مقضياه تاني ومش قادره على اللي بتواجهه لانه قوي جدا، وبنلاحظ ان الامير يوان واقف يتفرج عليها وهو مش راضي يتدخل. وساعتها بابا بيفكروا قبل المنافسه كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي، وقد ايه كان ضعيف الاول، بس مجرد ما عرف انه هيشارك في المنافسه بقى بيتمرن كل يوم. لكن كل ده ما جابش فايده معاه ولسه ضعيف زي ما هو. وهنا بقى بيقرر يخارج كل حاجه ويتدخل عشان يساعد غيره، مش زي كل مره كان بيهرب من الواجهه ويسيب غيره يموت. وخاصه المره دي تشانغ اللي قال انه مش هيرحمه لما يواجهه تاني، فدلوقتي عاوز يساعده وبعدين يبقى يشوف هيعملوا ايه مع بعض. بس حتى المره دي كمان بيخسر بسهوله ويبقى ضعيف مقارنه بالوحش اللي بيواجهه، لكن بيفتكر الحماس والاصرار اللي كان بيتميز بيهم وبيصمم انه يفوز بالمعركه دي حتى لو هيموت فيها. وبيحمس التنين بتاعه عشان يسترجع قوته الحقيقيه، وفعلا بيبدا يطلع نار وبرق من جسمه. كل ده وخلي بالك ابوه قاعد يتفرج عليه مستني يشوف هيعمل ايه، ومع كل محاوله وكل ضربه منه كان بيلاقي ضربات كتير تيجي فيه لكن بيقوم يكمل. وتشينغ لما بيشوف كده بيتدخل هو كمان وبيحاول يساعده، والاتنين بيحطوا ايديهم في ايد بعض عشان يهزموا العجوز. حتى باباه كمان بيقوم من مكانه بيجري يلحقه قبل ما يموت لحد ما يهزموا العجيز اخيرا. على الناحيه التانيه بنشوف تونغ والباندا بتاعها هم مش قادرين يعملوا حاجه، والباندا هو كمان بيتصاب ومفيش امل بالفوز. لكن تونغ بترجع تتعاون معاه تاني وبيقضوا على الشاب اللي يواجههم، بس بمجرد ما بيمشي بنكتشف ان الشاب لسه عايش. بنرجع مره تانيه لتشينغ اللي بيشكر الامير على اللي عمله، فالامير بيتاثر انه بيشكره انه اول مره يعمل خير في حياته وحد يشكره عليه، وكانه ما كانش مصدق نفسه وبقى عيط من كتر الفرحه. اما ليو فكان بيواجه واحد شبه الاخطبوط عماله تهجم عليهم
ومحدش قادر يلمها، لكن بتستدعي كل الحيوانات الاليفه مره واحده بيسلطهم عليها، وساعتها بيقضي عليها. بس بيظهر وحش جديد وبيتجمع كل المنافسين ضدهم، وتحت المطر والغيوم والجو الملخبط ده بتحصل مواجهه قويه جدا لدرجه انهم بيقعوا كلهم تحت الميه، واليانغ كانت هتغرق لولا ليو ماسكها من ايديها. ولما فاقت وشافت حست ان اخوها، بس ليو بقى يلف كل الفريق عشان يطلعهم من الميه. وحتى لجنه التحكيم لما بتعرف باللي حصل بيقرروا يتدخلوا عشان يقضوا على عشيره غويشه اللي مبهدلاهم دي، والصراحه كانوا قويه جدا. وبعد مده طويله بيقدر ليو ينفذ الفريق كله ويخرجه من الميه، ولان المواجهات كانت قويه جدا فبيقرر يستخدم التعويذه السحريه بتاعته، وبيستدعي الحيوان الاليف بتاعه الحوت اللي المفروض هيقضي على كل الوحوش دي. بس العشيره التانيه بتتريق عليه على اساس انه ضعيف وما عندوش سر الحوت، لكن ليو بيتفاجئ بقى وبيخلي الحوت بيهجم عليهم بكل قوه، وبتدور مواجهه قويه جدا بينهم. مع اول مواجهه واحد منهم بقى على الارض، لكن للاسف ما بيعديش كتير وبيرجع يقف تاني يهجم عليه عشان ليو يستخدم اقوى تعويذه عنده، وبيقوم هاجم عليه بكل قوته. والضرب بقى شغال على الفاضي والمليان ومن كل اتجاه وفي كل حته، ومحدش شايف اي حاجه خالص. كل اللي شايفينه ناس بتقع وناس بتتضرب وخلاص، وده بيبين لك قد ايه المواجهه قويه. لحد ما بيقدر ليو يقضي عليه وبيغرقه في الميه، فالواد بيعمل حركه خبيثه وبيقوم مالي المكان باشعه ليزر لو جت في اي حد تصيبه على طول، وما بيرضاش يستسلم بسهوله. وبرغم انه بيستخدم النار في المواجهه دي زي ما حصل قبل كده مع فان وخسر منها، الا ان ليو اتعلم من غلطته، والمره دي بقى بياخد باله من كل التفاصيل، وما بيرضاش يخلي الحوت يدخل جوه النار، وبيلف من وراه يثبته ويضربه في ظهره لحد ما بيلزق في الجبل. وبعدها على طول الجو بيرجع لطبيعته والدنيا بتهدي، وده يدل على ان ليو فاز. بيوصل الخبر عند لجنه التحكيم اللي ما كانوش مصدقين روحهم، بس كانوا مبسوطين ان ليو هو اللي فاز. بنرجع من تاني ليو اللي كان تعب من كتر الضرب، حتى الحب بتاعه هو كمان باين عليه التعب، بس كان مبسوط عشان المره دي فاز مش زي المره الاخيره، واتعلم من اخطائه اخيرا. بسبب المواجهه دي بيعلوا في الترتيب وبقوا المركز الاول، ده على اساس انه فاضل حد غيرهم، يعني ما عادش غيرهم اصلا. بس من غير ما ياخد باله الوحش اللي وراه بيرجع يفوقه مره تانيه وبيقوم عشان يهجم عليه، وبحركه غدر بيدي ضربه قويه ليو الحب بتاعه بيصيبهم بيها، وبعدين بيرجع يخنق ليو عشان يقتله. وليو ما كانش قادر يعمل له اي حاجه، بس فجاه بتطلع من جواه طاقه رهيبه بتسيطر على الوحش وبتديله ضربه قويه توقعه على الارض، وساعتها بيرجع يسيطر على الوضع من تاني، بس قوته كانت اضعف. بنكتشف بقى ان القوه اللي ظهرت مره واحده دي كانت قوه ليو نفسه مش قوه فان، وطلعت روح ليو كانت متعاقده مع شياطين بياكلوا البني ادمين. فروح فان بتحاول تسيطر على الشر اللي جوه ليو، وخاصه لما بتظهر ليو واخوها اللي جايين يلحقوه، فالشيطان بيظهر وكانه عاوز يقتلها، لكن ليو بيحاول يتحكم في نفسه قبل ما يحصل لها حاجه، بس قوه الشر اللي جواها كبيره وما بتقدرش يسيطر عليها. ولما بيقوم عشان يقرب منها لياو بتصرخ على اخرها وبتحاول تهديه، ومهما تحاول تستهدف حيوانات بتخسر وما بتقدرش تعمل حاجه، لحد ما ليو بيقوم ويحضنها، وساعتها اخوها بيتدخل وبيوقف كل الشر ده ويسيطر على الوحش والشيطان اللي جواه، وبيجري يديله حته رجل يرميه بها في الميه، فمجرد ما بيقع في الميه بيهدي وبيرجع يفوق. وده لان قوه فان كانت كلها جوه الميه فبتسيطر عليه، وبيرجع يتحكم في جسمه مره تانيه. ولما الدنيا بتهدي بيتدخل اخوه لياو وبيخرجه من الميه، وبيرجع معاهم تاني المدينه اللي كان بقى على الفريق اللي موجود فيها بعد ما خلصوا المنافسه خلاص والدنيا رجعت اهدى. وبكده قرروا يعلوا في الترتيب ويقوي نفسهم، وحتى الحيوانات الاليفه بتاعتهم اترقت وبقت اقوى. وبعد شويه بنشوف لياو وهو واقف مع ليو بيحكي له عن فان وقد ايه كان معجب بيه وباصراره على الفوز، وكان نفسه يقرب منه عشان يتعلم اكتر ويعرف سر القوه اللي عنده. لكن للاسف لما مات زعل عليه جدا وما قدرش يمسك نفسه، فبعد عن العشيره لانه ما كانش قادر يشوفهم من غيره. ومن يومها هو بيتمنى يقابله مره تانية عشان يتعلم منه، فبيفرح ليو من كلامه وبيفتكر انه كان وريث العيله، وانه بدون عيلته ما كانش هيبقى او كده. ولما ليو بيساله عن السر بتاعه ليو ما بيرضاش يقول له عشان ترجع الغيره ما بينهم تاني زي الاول. ولحد هنا بيخلص مسلسلنا. اتمنى يكون عجبكم، واستنوني في انمي جديد، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.